طريقتي السهلة والبسيطة لطاجن سجق بالبطاطس شرقي مصري أصيل. أول حاجة باجي في طاسة بحط سمنة بلدي وبشوح فيها تقريبا نص كيلو من السجق البلدي لحد ما ياخد لون بسيط. طبعا السجق هينزل كمان مع السمنة البلدي كل بقى السمنة والبهاريز بتاعته. هحمر فيها البصل المتقطع والبطاطس المتقطعة، فلفل أخضر أو فلفل ألوان، توم متقطع قطع صغيرة، وطماطم متقطعة مكعبات، والتوابل هكتبها لكم في الكومنتات تحت الفيديو. معلقة واحدة من الصلصة وهقلب كل ده مع بعضه، وحبة مية صغيرين بس كده عشان ألاقي الصوص بقى ظبط معايا. هرجع بقى السجق تاني وهو متقطع، ولو تلاحظوا انا قطعته بعد ما اتحمر مش في الاول عشان ما يفكش مننا. وبعد كده تقلبتين ونحطه في الطاجن، وهنحط من على الوش شويه فلفل، شويه طماطم، قرن فلفل حامي يا سلام لو حابينه سبايسي، ورشه بسيطه كده من الكزبره الناشفه بتديله نكهه وطعم حلو. هكون مسخنه الفرن على حراره 200، هيقعد في الفرن تقريبا نص ساعه او لحد ما البطاطس تستوي. هيطلع بقى متكتك كده وفظيع وجميل، ريحته هتجيب لاخر الشارع وطعمه رهيب. بالهنا والشفا.